قال تعال البوليس عم بيسألوا عنك. اوها يا جماعة، أنا أول ما قال لي هيك هلا والله فيكم يا جماعة، فيديو جديد اليوم. الفيديو غريب شوي مثل ما شفتوا بالعنوان. يا جماعة هاي القصة صارت معي هلا شوي. نبلش بالموضوع فورا يا جماعة واحكي لكم القصة شو صار معي بالضبط. أنا كنت مسافر على مدينة ثانية، كنت رايح زيارة ومع رفقاتي وطالعين وكذا، ورجعت خلصت أموري رجعنا على مدينتنا. وإذا أنا رايح على البيت يعني بشكل طبيعي، قبل ما أصل البيت أنا رايح بشكل طبيعي على البيت يا جماعة، مثل أي شخص. أنا على الطريق بدق لي أخوي، بيقول لي وينك أنت؟ قلت له ليش شو في؟ أنا استغربت إنه يعني بدق لي. قال تعال البوليس عم بيسألوا عنك. اوها يا جماعة، أنا أول ما قال لي هيك قلت هي شايف أنا شو مسوي أنا؟ المهم يا جماعة قلت له طيب بس افهم شو في؟ قام قال لي هلا رنوا الجرس تحت وراح يطلعوا لفوق. قلت طيب اوكي، استنيت. قام قال له وين قتيبة؟ انه هذا بيته هون لقتيبة؟ قالوا له ايه. انا يا جماعة لسه ماني موصل البيت، متخيلين الفكرة؟ يعني انا لسه ما وصلت بيتي البوليس اجوا لعندي على البيت. المهم يا جماعة انا استنيت لحد ما البوليس طلع لفوق حتى يطلعوا عنا نحن على البيت. وإذ سألوا وين قتيبة وينه وشو، بيسألوا بس ما قالوا شو السبب، ضلوا يسألوا وينه، هون بيته هون كذا. قالوا له تمام اوكي هو هون. قال قتيبة مضيع شيء، اتصلوا عليه شوفوا ايش مضيع. هيك اخوي معي على الخط، قام قال لي انت ايش مضيع؟ قلت له ما مضيع شيء. قال وين هويتك؟ قلت له استنى شوي. فت مديت ايدي على جيبي، وين جزداني؟ يا جماعه انا كنت لابس هذا الجاكيت تماما، كنت حاطط الجزدان جوا تمام، وحطيته على ايدي وانا ماشي. صار شوب شلحته وحطيته على ايدي وانا ماشي، طب مني. فوقت طب ما عرفت انا مالي خبر انه طيب مني. ففي شخص الله يعطيه العافيه ملاقيه ويقطع على البوليس، والبوليس شايلين طالعين شايفين هويتي، على هويتي هون بالمانيا مكتوب العنوان وين انا ساكن. فاخذوا البوليس الجزدان واتصلوا على بوليس اللي بمدينتي. تخيلوا متخيلين الموضوع؟ لان انا مدينه ثانيه، اتصلوا قالوا لهم هذا هيك 1 2 3. اجى البوليس لعندي على البيت قالوا انه قتيبة مضيع الجزدان. فالمهم اخوي خبرني وقتها بيحكي معي، قال لي ايش مضيع؟ انا مديت ايدي، قلت وين الجزدان؟ قلت له الجزدان طيب مني كله. يا جماعه الجزدان فيه هويتي بالاضافه لكارت البنك وكارت الصحه، يعني في يعني شغلاتي كلها معلوماتي. وانا اطلع هيك اوها. فالفكره من الموضوع يا جماعه انا استغربت منه انه انا قبل ما اوصل البيت البوليس وصل لعندي، يعني متخيلين؟ فانا طلعت هيك قلت سبحان الله. والله كنت انا بصراحه كنت اقول دوم يعني بالمانيا ما هو هالامان الموجود، انه اذا حدا فقد شيء صعب يجي بالسهوله. فانا وقت شفت هيك قلت اوه، صدمت والله، صدمت يا جماعه عن جد. فبعدين هلا راح احط لكم لقطات كيف انا رحت واستلمته، وكان الموضوع كثير بسيط. يعني انا فتت فورا، فتت لجوا قلت لهم انا مضيع. قال تمام شو اسمك؟ قلت له كذا. فات اخذ طلع بس على الهويه هذا انت اوكي، اعطاني اياه بكل بساطه يا جماعه. فانا قلت سبحان الله، يعني انه كيف الشخص اللي لاقاه وجابه على البوليس وبعدها البوليس اجوا لعندي. يعني الموضوع شوي فيه، فسبحان الله يعني هي ما بتصير باي مكان. انا استغربت انه الفكره انه انا قبل ما اوصل بيتي وصل البوليس لعندي على البيت وجاب لي اياه. فحبيت بس هيك اوصل لكم هاي الفكره صارت معي، ولانه بحب اوصل لكم هيك كل شيء شو بيصير معي بالتفاصيل كامله، اعيشكم لحظاتي اللي كانت حلوه وكانت سيئه، وان كانت شغلات ايجابيه. فبتمنى انتم هيك تحافظوا على اغراضكم، لا سمح الله اذا صار معكم شيء بهيك شغلات يعني حاولوا فورا تلجأوا للبوليس. البوليس هو فورا راح يساعدكم في هيك مواضيع. تشوفوا التفاصيل كامله، حطيت لكم كيف رحت بالقطار وين رحت وكيف جبته فورا. يعني كان يا جماعه الموضوع كثير سهل وبسيط، والحمد لله الامور كانت كلها تمام. شوفوا هاللقطات. وهلا يا جماعه رايحين بالقطار، رايحين على المدينه محل ما فقدنا فيه الجزدان، نروح نجيبه من هنيك ان شاء الله تكون الامور مو صعبه. هلا يا جماعه رايحين على المدينه الثانيه مشان ايش؟ مشان الجزدان نروح على مركز البوليس، ان شاء الله راح يسلمونا اياه نحطونه عنده.
سبحان الله شلون يا جماعه انا فقدته رجلي. يعني انا رحت على مدينتي، تخيلوا رحت على مدينتي، وصلوا هن قبلي، هم كانوا بالبيت، اجوا دقوا عنا على البيت وقالوا لنا انه هيك القصه وكذا وكذا هيك، وانا ما كنت بالبيت. تخيل دق علي اخويا اللي انه تعال بيسالوا علي، وعم بيسالوا علي يا جماعه طولوا بالكم. اي والله بعدين طلع انه القصه كان جزباني ونسيانه. فهلا رايحين هلا رايحين بالقطار على المدينه الثانيه، ان شاء الله راح نستلمه وبخبركم. ان شاء الله راح نستلمه وراح اصور بس استلمته، صورتكم قال لكم الامور تمام ولا الامور مو تمام. الحمد لله انه رجعت راح استلمه، ما راح هيك يعني. وصلنا بالمدينه. بس هلا ندور على مركز البوليساي لنشوف وينه، مركز البوليس. هلا نعمل له بحثه ونشوفه. شوفوا وين انا صرت، شايفين يا جماعه؟ هلا بدنا نروح نشوف. هلا رايحين يا جماعه، لقينا المكان البوليس، معنا 10 دقايق بدنا نمشيها نكون نوصل هنيك. ان شاء الله خير، ان شاء الله راح ناخذه اكيد باذن الله، ما يعملوا لنا قصه. شايفين وين انا؟ شوفوا وين انا، هاي هون الاجواء. هذا الشارع الاحمر هون هذا. يا جماعه هذا هو الجصدان، قسم الشرطه وراي. ما طولنا غير دقيقه واحده، فتت قلت له انا امبارح نسيت ضيعت جصداني بس ما بعرف وين. قال لي اسمك، قلت له كذا، قال لي تمام. شايل اعطاني اياه قال لي خالصين. هي كلها حكي. انا قلت هلا يسالوني وين ضيعته؟ شلون ضيعته؟ ايش فيه؟ ايش ما فيه؟ بكل بساطة شو اسمك؟ كذا، يلا دقيقة واحدة بس طول، دقيقة واحدة. والله انا كنت متوقع انه راح يعملوا لي قصة من وراها. سبحان الله، انه متعودين نحن ببلدنا مثلا اذا ضاعت شغلة وضاعت قصة فانه ممكن يعملوا لنا هالقصة هي كلها. اي والله. اتمنى يا جماعة تكونوا عم تستمتعوا بفيديوهاتي، بتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد اول باول، وتشوفوا فيديوهاتي اول باول. واكتبوا لي بالتعليقات شو بتحبوا اعمل لكم هيك فكرة جديدة او مكان اصور لكم فيه. احبكم رغم البعد. سلام.